والتي كان ينطلق من العباسية، الثوار المصريين الحقيقيين الذين حاربوا الاستعمار الإنجليزي ولعبوا دورا في انطلاق ثورة يوليو من عام 1952. لن نترك العباسية لهذا التاريخ الطويل، ولن نترك العباسية نظرا لرغبات الشعب المصري ولرغبات أبناء العباسية، وكنت أتمنى أن نقيمها في شبرا الخيمة، ولكن وعد مني لأبناء شبرا الخيمة إن شاء الله سأذهب إلى زيارتهم وسوف ألتقي بهم لقاء خاصا، ولكني أناشدهم الانطلاق والتحرك، لأنها مليونية، ليست مليونية لمنطقة، وليست مليونية لمحافظة، وليست مليونية لحي من الأحياء، إنما هي مليونية لمصر. إما أن تغرق مصر غرقا خططه اليهود الصهاينة، وإما أن يعبر الشعب المصري ويتفوق بذكائه وإرادته على المخطط الصهيوني الإمبريالي اليهودي الأمريكي الذي كما ذكرت يدير الأمور جميعها من خلف الستار.